نفس الحجم والطول وما تقدرش تفرق جسمهم عن بعض، فنانة مشهورة جدا وعملت تجميل كتير جدا، جسدت مكانها المشاهد الخطيرة واللي يشوفهم ما يقدرش يفرقهم عن بعض. كلامي هنا عن دوبليرة سعاد حسني. يا ترى مين هي الفنانة المشهورة جدا اللي كانت بتعمل المشاهد بدل سعاد حسني؟ ايه الفيلم اللي شاركت فيه مكانها ومحدش عارف؟ إيه حكايتها مع الإجراءات التجميلية؟ مفاجأة عن ظهورها في رمضان اللي فات في مسلسل ناجح جدا. الفيديو ده مليان أسرار وكواليس كتير عن الفنانة الدوبليرة إنعام سالوسة. طبعا معروف ان كل فنانه بيبقى ليها دوبليره بتبقى شبهها في الشكل والطول والحجم والجسم، لدرجه ان محدش من الناس بيقدر يفرق ما بين الفنانه والدوبليره، وده علشان تقدر تمثل مكانها في المشاهد الخطر اللي بتخاف الفنانه انها تمثلها علشان ما تتعرضش لاي اذى. ما انتوا عارفين ان الفنانات بيخافوا جدا على نفسهم وشكلهم وما يقدروش يغامروا ويصوروا مشهد خطر. الصراحه معاهم حق، ما هو جسمهم وشكلهم هو مصدر رزقهم في الشغلانه دي، وكانوا من ضمن الفنانات اللي كانوا بيخافوا على نفسهم من المشاهد الخطر وبيستعينوا بدوبليره هي السندريلا الراحله سعاد حسني. كل ده طبيعي جدا، ولكن اللي مش طبيعي وغريب وهيصدم ناس كتير هي ان الدوبليره بتاعتها فنانه مشهوره جدا وتعتبر من اشهر الفنانات في الساحه الفنيه دلوقتي واقربهم لقلب الجمهور، وهي الفنانه الجميله انعام سالوسة. صدمه مش كده؟ وطبعا عارفه السؤال اللي هيدور في دماغكم دلوقتي، ازاي كانت دوبليره سعاد حسني مع انها كانت بتمثل وقتها ومعروفه بين فنانات الزمن الجميل؟ هقول لكم انا، سعاد حسني وانعام سالوسة الاثنين بداوا مشوارهم الفني مع بعض واشتغلوا سوا في فرقه عبد الرحمن الخميسي، وبعدها بدا يتعرض على سعاد حسني اعمال فنيه كتير وبطولات، انما انعام كان نادر جدا لما حد يعرض عليها دور في فيلم. وهنا سعاد قالت لازم اساعد صاحبتي اللي بدات معايا المشوار وهي فنانه شاطره قوي. ولما اتكلمت مع مخرج الفيلم اللي كانت بتحضر له وقتها وهو فيلم ناديه وقالت انا عايزه اي دور لصديقتي انعام سالوسة في الفيلم، قال لها خلاص تبقى الدوبليره بتاعتك وتمثل المشاهد الخطر اللي في الفيلم ده، لانه في مشاهد كتير هتبقى صعبه عليكي. انعام شبهها بالظبط في الطول والجسم وحتى الملامح ومحدش يقدر يفرقكم عن بعض اطلاقا. واقتنعت سعاد حسني بكلام المخرج وفورا بعتوا لها ووافقت وعملت كل المشاهد الصعبه والخطر بدل سعاد، والفيلم اتعرض في السينما وكسر الدنيا، ومن بعدها اشتغلت دوبليره في كذا فيلم للسندريلا لحد ما ربنا يفرجها عليها بادوار كبيره. بعد شويه المنتجين بداوا يلتفتوا لموهبه انعام سالوسة ويرشحوها لادوار كبيره، وسابت شغلها كدوبليره مع سعاد حسني، ورغم ذلك سعاد ما زعلتش ابدا منها ولا حتى غارت، بالعكس فرحت لها جدا وقالت لها لو احتجتي اي حاجه كلميني، وفضلوا محافظين على صداقتهم طول السنين لحد ما رحلت سعاد. سبحان الله، انعام سالوسة كانت صاحبه وفيه وعمرها ما طلعت ولا تجرد بصداقتها لسعاد حسني ولا طلعت اتكلمت عنها وكشفت اسرارها لحد النهارده. وكملت انعام سالوسة مشوارها الفني الناجح لحد شهر رمضان اللي فات لما شاركت في مسلسل اشغال شقه وكانت فاكهه المسلسل والموسم كله.